باشمهندس عبد العزيز، في سؤالي الأخير ليك، هل سنرى الإخوان يدلون بأصواتهم للأستاذ حمدين لإسقاط المشير السيسي، وهل سيحصد حمدين صباحي أصوات الأقباط أم لا؟ يعني الإخوان لسه النهارده اسمهم دعم الشرعية. بيقول عن نفسهم حاجة كده. يعني اللي هو مش الإخوان بس، كل القوى اللي هو التيار ده كله. عاملين بيان بيقولوا سنقاطع الانتخابات. م. بيان واضح. لا احنا اتعودنا بقى ان الكلام بتاعهم ده الله. طب ما هم ما لهمش كلمه. ما هو اذا كان بالمنطق ده، طب ما هو ممكن يعملوا صفقه. 2005 قال لك هنقاطع ونجح 88 واحد. ماشي. لا كان في اتفاق مع امن الدوله. يعني الناس مالهاش كلمه. لا بس انا بتكلم على، ما هو طب انا هجيب الكلمه منين؟ يعني انا هستنتج. طب ما انا ممكن يعني بالاستنتاج يعني ان هم هيدوا الحمدين، وده ما فيش عليه دليل. طب ما انا ممكن حد تاني يقول برضو انه لا، ده هم ممكن يرتبوا انهم يدوا للمرشح السيسي علشان يعني يبقى يعني بنقدم السبت يلقى الحد يفرج عن الناس، وهنمشي جنب الحيط وهنقعد في البيوت ومش هنعمل حاجه. دكتور احمد، هل سيحصد المشير السيسي اصوات الصوفيه واصوات الأقباط واصوات حزب النور المشير هيحصد والدعوه السلفيه؟ المشير هيحصد لمن يتراءى له فيه انه رجل دوله هو الاولى بهذا الكرسي. ولكن اللي اقدر اؤكد على حضرتك، لا مكان للارهابيين بيننا من لا تلوث يده بالدم. من قتل مصري ومن دخل السجن نتيجه هذا العمل ومن باع ارض مصر لن يكون له مكان. ولكن عايز اسال سؤال، لماذا لم يتم مهاجمه السيد حمدين صباحي من قبل جماعه الاخوان المسلمين؟ مش عارف. لماذا لم يتم في كل مواقعهم على الفيسبوك؟ انا برجو حضرتك المره دي هتجاوز واخد 10 ثواني. اتفضل 10 ثواني. لما نيجي نعرف الناس دي هيدوا مين، تعال نبص من في المرشحين تم مهاجمته بوضوح على كل مواقع الانترنت والتنظيم الدولي والدول المواليه. اشكرك الدكتور احمد خيري، منسق العمال والفلاحين.